ليه في ناس بتدخل كندا ومعاها آلاف الدولارات وبتفشل، وفي ناس بتبدأ من الصفر وبتبقى قصة نجاح كبيرة؟ الموضوع ملوش علاقة بالحظ، الموضوع ليه علاقة بحاجة بنسميها هنا في البنك Asset Management أو إدارة الأصول. بس النهاردة الأصول اللي هنتكلم عنها هي عمرك ومستقبل عيلتك. الهروب من السقف الزجاجي. في بلادنا في سقف زجاجي فوق راسك، مهما اشتغلت مهما طورت نفسك في حدود لنموك، لأن النظام ما بيسمحلكش إنك تتخطى حجم معين. في كندا السقف ده مكسور، السيستم هنا متصمم إنه يختبر طموحك. No limits, no rules. لو عاوز تدرس الدولة بتسلفك، لو عاوز تفتح بيزنس الإجراءات واضحة وسلسة، We will help you. لو عاوز تغير مهنتك حتى لو عندك 40 أو 50 أو 60 سنة محدش هيضحك عليك أو يقولك أنت كبرت في السن. أنت هنا مش بس بتهاجر لمكان جديد، أنت بتهاجر لإصدار جديد من نفسك، نسخة ما فيهاش كلمة مستحيل طالما القانون في ظهرك. لو حابين تشوفوا الفيديو كامل انتوا عارفين تلاقوه فين، وما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات تحت كل اللي انتوا عاوزين تعرفوه، كل أسئلتكم، واشوفكم الفيديو الجاي في كندا بعيون واقعية.